كيف تحولت أزمة طائفية دامية في سوريا إلى درس جزائري في الشجاعة والإنسانية؟ بعد أن قاد أول مقاومة جزائرية ضد الاستعمار الفرنسي وخاض نحو 120 معركة كبد فيها العدو الكثير من الخسائر والهزائم، نفي الأمير عبد القادر من الجزائر وبرز كبطل للسلام. استقر العلامة في دمشق عام 1855 لتوضع له مكانة خاصة في القلوب. كرس وقته لتعليم الشباب السوريين في الجامع الأموي ودار الحديث النووي، ناشرا قيم التعايش والوطنية. في عام 1860 عندما تصاعدت الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز في جبل لبنان ووصلت دمشق، اتخذ الأمير الصوفي موقفا تاريخيا ولعب دور المصلح بين الطرفين. فتح بيوته للاجئين إليه، ثم استغل نفوذه لتأمينهم في قلعة دمشق، منقذا أكثر من 15,000 مسيحي من الموت المحقق. أفشل تصرف الأمير عبد القادر الحكيم محاولة فرنسا احتلال دمشق، ووأد فتنة كادت أن تحرق أخضر الشام ويابسها.